بصراحه كاينين بزاف الناس قالوا لي واي كتهضري على هاد الحوايج، ما هضرت على شي حويجات، قالوا لي باللي هذه معروفه عائله الراجل هي اللي كدير هاد الحوايج هادو، كتهضري على عائله راجلك. نو، انا عائله راجلي عندي معاهم علاقه زوينه، علاقه فيها حب واحترام، وكنسطر عليها مزيان، حب واحترام. كيحترموني كنحترمهم، وكيبغيوني وكنبغيهم، وعمرهم طلبوا منا شي حاجه. والله العلي العظيم راجلي كيهز وكيمشي. كيبقى عنده اختو وحده في المغرب، كنبقاو اش بغيتي كتقول لك لا ما بغيت والو، جيبوا لي غير القهوه. راه حنا عندنا ما زويناش هنايا، وعرفتي الناس ديال الشرق كيبغيو القهوه بزاف، كيبغيو يتقهواو. فهذيك هي الحاجه الوحيده اللي كنديو، ما كنديو حتى حاجه. ملي كنمشيو راه الانسان كيتقدى ولا شي حاجه عادي. داك هادي الفرنسيين هنا ما تيدخلوش عند بعضياتهم بيدهم خاويين، هادي زعما عاده زوينه انك تهز شي حاجه وتدخلها. ما عندناش طمع، ما كاينش هذاك التخربيق كامل، ما كاينش. انا في نظري وعند تجربه وعند صحاباتي وهذا. انا كنهضر لكم على الازواج اللي كاينين في الخارج، ماشي اللي في المغرب. الاغلبيه ديال العائلات اللي كيديروا المشاكل الازواج ماشي عائله الراجل، عائله المراه. وهذا ما كيمنعش ان كاينه واحد النسبه، ولكن هي تلمو صغيره وقليله. كما نقدروش نحبسوها، لان كاينين بعض السيدات وبعض الصديقات اللي عندهم طلقوا كاع بسبب عائله رجالهم. ولكن راها نسبه، كنأكد لكم نسبه قليله، لان عندنا واحد الافكار غالطه في المغرب ان الوالدين سيرتو تيجيوها من المغرب. الوالدين ملي تيزوجوا بنتهم كيبغيوها تحل لهم كاع المشاكل اللي عندهم ديال العائله ديالهم كلها. اللي خصو يجي لبرا يتجيبو هي، واللي بغى يتزوج زوجو هي، واللي بغى كينساو بلي السيده راه تزوجات، راه ماشي ربحات في اللوطو ولا مشات عندها عقد عمل ب 10,000 يورو باغ موا ولا. ما هادشي هذا ما تيفهموش. راه خدات غير ود الناس، تلقاه انسان عادي خدام الحمد لله بخير، ما كيمد يدو لتحت، ما كيمد يدو لتحت، قاد براسو قاد بعيلته وصافي. ما يقدرش يقد ب 770 الف عائله، قاد بدارو صافي. انا يعني على تجربتي الشخصيه، وحتى دابا ملي يعني درت تيك توك، كيجيوني قصص باللي عائله المراه كدير مشاكل كبيره. في المغرب بوتيتر نو، ولكن كيكون العكس. ولكن هنا في الخارج عائله المراه هي النسبه الاعلى، يعني كنعممو ملي كتكون النسبه اعلى. العائله راه زوينه، وصله الرحم زوينه، ونمشيو عند بعضياتنا راه زوينه، وليداتنا محتاجين ليهم، محتاجين ليها، حنا محتاجين ليها. ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الا كانت هذيك صله الرحم غدرني انايا في خاطري، وغنجي غنبقى 3 موا وانا عرفتي شحال جاوني ديال الميساجات وديال التعاليق تتقول لك 3 موا وانا مريضه وشدني العصاب. مالك اختي، مالك اخويا؟ حنا دابا اللي مشى مسكين ومرض وتعذب وهذا مشى، حنا كنصحوا هادوك اللي جايين عندك وديروا لا فان ديالنا. حنا تمرضوا ما تمرضيش، اللي غتخليك خليها. سبقي ديما راسك هو الاول، وانت ما غتسبقي راسك هو الاول غيحترموك. اعطيني لا ما عنديش حتى نتهلا في راسي. حيت كيف قلت لكم واحد المره، كتعطيها مثلا تقدري تعطيه داك كلشي، داكشي اللي عندك هو انت عطيتيه كلشي بالحب ديالك ليه، ياك؟ هو اش كيقول مع راسو؟ تيقول راه عطاتني هاد الفلوس هادو، راه عندها ديفوا كيمشي بالعقليه ديالو. دابا حنا كنمشيو بعقليتنا وبمشاعرنا زعما بالعواطف ديالنا، هما تيمشيو بالعقل ديالهم. تيقول لك هذا عطي مثلا هو في راسو، هو لا عطى لشي واحد اورو راه عنده 10 اورو، انت لا عطيتيه 1000 اورو راه عندك 10,000 اورو خازناها ولا اكثر. فكيبدا يطلب منك، وديك الساعه كتحسب واحد كيتحسب بزاف، او كي غيدير لها ما عنده كيدير. فرفقا بنا، وانا غنبقى نطرق لا لشيء، والله ما كنكره الناس البلاد، بالعكس راهم عائلاتنا. وانا عندي عائلتي واخوتي وخواتاتي كاع الجاليه اللي كاينه بعبر العالم عندهم عائلاتهم. حنا بغيناكم غير تفهموا كيفاش كنعيشوا حنا، وشنا هي الحقيقه ديالنا حنا، وشنو يعني شنو هي ظروفنا، باش تفهمونا. وهادشي هذا غير باش نعيشوا وما نتفرقوش، ما نحبسوش، لان داك الانسان مسكين كيعطي واحد النهار تيقطع. حنا ما بغيناش نقطعوا ما بين العائلات. هادشي علاش كننصحوا ما تاخذوهاش كونتر ليكم نتوما ولا شي حاجه. حنا بغينا اننا صله الرحم والعائلات ما تقطعش، الارحام ما تقطعش. هذا هو الهدف ديالي، وانما الاعمال بالنيات.